أهمية الفن، أي فن، إن هو بيعبر عن مشاعر الناس، سواء مشاعر الألم أو مشاعر الفرح، بيكون مشارك ولسان حال الناس في كتير جدا من الأوقات. الناس بتشوف في الفن نفسها، بتشوف ليه في نفسها، لأنه بيعبر عنها وبيعبر بلسانهم بالطريقة اللي هو شايفها، حتى لو كان كاريكاتير، حتى لو كان بابتسامة، حتى لو كان بنكتة. وإحنا كتير جدا إحنا يعني من الشعوب القليلة اللي نعبر على مشاكلنا ممكن بالضحكة وممكن بالهزار، ونبقى عارفين إنه وسط الهزار في رسائل كتيرة جدا. في فن في مصر اسمه الجرافيكتير، صح كده؟ الجرافيكاتير. تمام. الجرافيكاتير من الفنون اللي بتعبر عن ده. الحقيقة أنا الفن ده أنا متابعه ومتابع مؤسس هذا الفن الأستاذ فيليب فكري، الكاتب الصحفي مبتكر فن الجرافيكاتير. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. منورنا جدا، مبسوط جدا إن حضرتك معانا. أنا اللي مبسوط. أهلا بيك، صباح الخير على حضرتك. صباح النور. نبتدي بقى نعرف الناس إيه هو فن الجرافيكاتير وإيه الفرق بينه وبين الكاريكاتير ده اللي إحنا نعرفه والناس كلها عارفة. إيه الفرق بين الاثنين؟ الكاريكاتير معروف، احنا شعب زي ما حضرتك قلت، احنا شعب معتمد في حياتنا على السخريه. احنا مش من الشعوب اللي بتعبر عن نفسها بخفه الدم. احنا افضل واحسن شعب في العالم بيعبر عن كل حاجه بخفه الدم. صحيح. والكاريكاتير نفسه يعتبر نشأته في العصور القديمه. يعني احنا اول رسوم كاريكاتير في العالم كانت في الرسوم الفرعونيه، ويعتبر في غالبا في وادي الملوك، في معبد وادي الملوك، في صور ولوحات كاريكاتير كامله. يعني غير الشكل التقليدي للرسم بتاعهم هو كاريكاتير. ده تطور لحد الكاريكاتير المعروف اللي موجود النهارده. يعني واسم الكلمه نفسها جايه من كلمه ايطاليه اللي هي كاريكير، اللي هي معناها المبالغه او المزايده. بس ده المعروف الكاريكاتير. انا جيت كده انا برسم من وانا طفل يعني، ومتربي على ايد واحد من اهم رسامي الكاريكاتير في العالم، استاذ مصطفى حسين. طبعا. فانا متربي من وانا عندي 7 سنين كده. وبعد ما كبرت بقيت اشتغل بالجرافيك، ببرامج الجرافيك، الكمبيوتر، الفوتوشوب والبرامج المعروفه. فحاولت اعمل دمج بينهم. استخدمت ما بين الشكل التقليدي والحداثه بقى اللي هي التكنولوجيا. بالظبط. ان ارسم نفس الشكل اللي بطلعه بايدي بالرسم العادي على الكمبيوتر. ده بدأته من وانت عندك قد ايه؟ ده من سنة 2000. في تجارب طبعا من 2001 2002، بس أول نشر ليه كان 2004. دي ليها بقى خدت الشكل اللي يتنشر فيه بالظبط. أستاذ فيليب، أنا متابع شغلك بشكل كبير جدا، وبس بشوف كمان إن أنت بتعرف تكتب كويس جدا. يعني دايما بيبقى الفن اللي بتقدمه بيبقى بيتبعه مقالة بتعبر عن اللي انت عاوز تقوله. أهمية ان يعني اللي يبقى فيه الصورة وقصادها الكتابة. برضو ده شكل انا اخترته. هي الفكرة، انا خريج اعلام وبكتب من زمان وليا اكتر من كتاب وكده، وعضو اتحاد كتاب. بس حضرتك مش بتكتب بالشكل الساخر اللي كان بيتكتب على رسوم استاذ مصطفى حسين والاستاذ احمد رجب كان بيكتب، لكن حضرتك بتكتب مقالة يعني. ما هو ده بقى يعني انا اوريدي كاتب ساخر، والكتب بتاعتي ادب ساخر. تمام. وكنت اول ما ابتديت نشر الكاريكاتير العادي بس بشكل الجرافيكاتير. وطبعا في مراحل ممكن نتكلم فيها كتير لقبول ورفض الشكل ده. لان احنا ما عندناش فكره القبول بسهوله كده. طبعا. اي حاجه. طبعا. وده قابلته كتير. فكان من القليلين اللي شجعوني قوي على عكس توقعات هو مصطفى حسين. يعني هو شاف ان ده، قال لي ان ده التطور الطبيعي او التكنولوجي للكاريكاتير العادي، زي ما اي حاجه حصلت واتطورت يعني. فبقيت اعمل الشكل العادي ممكن من غير تعليق خالص. وده ميزه الكاريكاتير، انه يوصل الرساله من غير كلام. بالظبط. هو لغه عالميه. ايوه. هو ما فيش حاجه في العالم ممكن توصل الرساله كده. حتى الافلام انا محتاج اسمع او محتاج اترجم، او في لغه بتتقال، حتى السينما بقدر ما يعني. لكن الكاريكاتير انا ممكن اعمل صوره اي حد في اي حته في العالم هيفهمها، هيقراها. فبقيت اعمل بعد كده، عشان انا اوريدي بحب الكتابه، فبقيت اكتب واحط صوره تعبيريه للي انا عايز اقوله.
مقال ومعاه صوره تعبيريه، الصوره لوحدها مفهومه وقايله المسج اللي انا عايز اوصلها، والمقال كاتب فيه بقى براحتي. وبقى ده اللي بقى بنقله من كل الصحف اللي كتبت فيها، يعني ان يبقى ده الشكل بتاعي، الصوره جرافيكاتير ومعاها مقال سواء ادب ساخر او مقال حاد او مقال سياسي او ايا كان. فبقيت اعمل كده بقى في كل الصحف. في حاجات كده نقول ايه، ان هي حصل غزو، يعني بتغزو المشاعر، بتغزو العقول، يعني عشان تصحح، عشان توصل رساله، ما هو لازم يكون فن هادف في الاخر. بالظبط. وحضرتك اتكلمت على ان الحاجات بتبقى مش مقبوله في بداياتها لغايه لما بنقدر نتاقلم عليها ونفهمها. فازاي برضو حضرتك عديت بقى بالمرحله الانتقاليه دي، اللي هي من ان برسم الكاريكاتير اللي كل الناس عارفاه وقبلاه، للمرحله دي وردود افعال الناس اللي انت بتشوفها دلوقتي على الفن الجديد او النوع ده ايه؟ في الاول اي حد بيعمل حاجه بايده لما يلاقي حاجه بتتعمل جاهزه بيبقى شايف ان ده مش طبيعي، ده حاجه مش هو ده الفن. ففي الاول قابلت ده، حتى يعني لو شفنا زمان كان في الخطاطين، ايوه ما بقاش موجود. التطور التكنولوجي المذهل اللي احنا فيه دلوقتي بيغير كل حاجه طبعا، بيغير حياتنا كلها واللي جاي كمان الصحافه نفسها كلها صحيح. شكل ايه اللي الصحافة. يخلي خطاط يقعد يكتب وبتاع، ودلوقتي المكنه شايله كل حاجه. بقى ليه حتته قوي بقى للخط اللي فيه فن قوي. لكن الموضوع ما بقاش كده، ده اللي بيعمل معرض، بيعمل حاجه بالظبط، يعني هوايه. لكن الشكل الصحفي مثلا في الصحف وكده ما بقاش فيه الخطاط، ما بقاش في الاعلانات، اليوفط اللي بنشوف، كل ده ما بقاش موجود وهكذا. لكن ده ما يلغيش الفن نفسه. وحاجة تاني ان اللي بيعمل الفن بالشكل التكنولوجي لازم يكون فنان، يعني لازم يبقى اوريدي عنده السنس ده. ففي الاول في كتير رسامين مش فاهمين ايه علاقة الكمبيوتر بالرسم ده. أيوة. فبقى في رفض. يعني انا فاكر من ضمن الناس اللي عرضت عليهم في رئيس تحرير لصحيفة او مجلة مشهورة يعني، ورئيس تحرير راجل راقي جدا ومثقف جدا، رحت له بعرض عليه الحاجات دي. ف يعني قال لي ما معناه؟ طب ايه يعني ده؟ يعني الكمبيوتر اللي بيعمل يعني انت بتعمل ايه؟ لا انا اللي افهمه الرسم بقى بالايد ومش. فرحت قلت له زي ده، وطلعت رسمي اللي برسمه على العادي. فانبهر، قال لي طب ما بتعمل ده، ايه اللي خلاك تعمل ده؟ يعني تعمل ليه بالكمبيوتر؟ قلت له لان اللوحه من دي ممكن تاخد مني 4-5 ساعات عشان تترسم بالتفاصيل دي، لان ده ممكن اعمله في معرض واعمله في حاجات تاني كتير واعمله بشكل، لكن ده شكل صحفي، دي هتاخد مني نص ساعة او حاجة وبتدي نفس النتيجة وخصوصا لو مدعومة بمقال محتاج برضو كمان وقت ومحتاج فكر واسلوب. بالظبط. ما هو اوريدي طبعا الصور الصحفية بيبقى حواليها مقالات وحواليها بالزبط. بس انا في حتة مش ببقى يعني ما كنتش يعني مستوعبها قوي. يعني فن الكاريكاتير ممكن يحتمل يكون في شخصيات كتيرة. انا مش بشوف حضرتك ممكن ترسم اكتر من شخصية في نفس الكاريكاتير. بلاقي حضرتك بتتكلم على القضية من خلال شخص هو أيقونة للقضية. فهل أنا كده صح ولا مش إلى حد ما؟ لا، في طبعا حاجات بتحتمل حاجات كتير وصور كتير أنا شايف حاجة هي على الشاشة وأشخاص كتير. ده بس في معظم الحاجات اللي بتابعها لحضرتك بيبقى شخص واحد بس يعني. أغلبها، لأن هو معتمد على الشكل البورتريه، كاريكاتير البورتريه. أيوه. ومعاه فكرة فهم الموضوع. يعني حد طبعا أنا مثلا أيام فترة الاحتلال الإخواني كنت بكتب مقال يومي في جريدة الوطن، فكان اوريدي في ضرب نار وفي تأثير مش تفاعل طبعا، وتأثير مزعج جدا ان النوع ده. الصورة لوحدها، حتى أنا كنت بكتب مقال ومعاه الصورة، المقال لوحده كان يكفي يعني. وحتى في التسريبات الأخيرة في الاختيار جه جزء من على لسان محمد مرسي على انزعاجه من الكاريكاتير، وده اوريدي وصل ساعتها، وكان يعني وحصل مشاكل كتير تداعياتها أدت لحريق الوطن، جريدة الوطن يعني. فهو مؤثر جدا أكتر من آلاف المقالات وآلاف الكتب. يعني أستاذ محمد صبحي كان يقول لي اللي أنت بتعمله في مساحة 20 سنتي ولا في 10 سنتي ولا حاجة، احنا بنقعد نعمله في 3 ساعات وبروفات قبلها شهور عشان يعمل عمل مسرحي. بالظبط. هو عايز يقول ان في الاخر انت بتعمل مسج، انا هي اللي انا بعملها نفس المورال، بس انت عندك الموضوع مقفول على قد الشباك ده
وهو عنده الدنيا كل واحد بقى على حسب الموهبه اللي ربنا اداها له وفي حتته بيحاول انه يكون انسان مؤثر. انا عايز حضرتك بقى تكلمني على فكره مشاركتك بفنك او باعمالك في اعمال فنيه، اذا كان غلاف لكتاب، لعمل فني، لافيش، فبرضه يعني ايه الحاجات اللي انت شاركت بيها وحسيت كمان انها كانت مؤثره وتخدم جوه العمل؟ يعني حصل دمج بين عمل مسرحي، عمل سينمائي، مؤلف معين بالغلاف بتاعه، ازاي حصل ده؟ حصل في حاجات كتير، من اول الصحف نفسها. انا يعني تقريبا كتبت في معظم صحف مصر وفي صحف في الخليج وفي صحف بره. ايوه. وده كان تأثيره كويس، وخصوصا بره. يعني بره قدروا يعرفوا استخدام التكنولوجيا. وبرضه عايز اضيف حاجه، ان الكلام ده في بدايته غير النهارده. اكيد. الدنيا النهارده بقى اوريدي التطور لفن الديجيتال بينتنج، الرسم بالكمبيوتر بيفرض نفسه، بقى موجود جدا جدا. مش زي ما ابتديت، يعني دلوقتي الموضوع اسهل كمان. ففي تأثير كان من خلال المقالات والصحف، من خلال أغلفة كتب كتير، من خلال أفيشات. وأنا برضو ما كنتش حابب قوي الموضوع يتفرع أكتر من شكل الصحفي. يعني عايز يعني يبقى هو شكل صحفي صحيح للكاريكاتير، زي الكاريكاتير بتاع زمان، شكل صحفي معبر بأسلوب جديد لا يلغي الكاريكاتير، لأن الكاريكاتير ده حاجة عظيمة جدا وفن منفرد جدا جدا، لكن مكمل ليه بطريقه صحفيه. بس عايز اسال حضرتك، يعني حضرتك قلت لنا في الاول الكاريكاتير هو فن المبالغه. المبالغه معنى واحد مناخيره طويله يا دوبك حته كده صغيره، فانا بعمل له مناخير طويله قوي، ودانه مش عارف بعملها كبيره قوي. هل لما بيبقى في شخصيه مثلا ليها ثقل، يعني شخصيه دينيه مثلا، فهل ممكن تتعامل معاها في نفس الاطار ولا بيبقى صعب؟ يعني حضرتك بتقول سؤال. يعني انا كان في صحيفه مشهوره بكتب فيها يعني. أيوة. وطلب مني ان اعمل ده مع للبابا شنود. ايوه. فانا رفضت. ونفس الفكره رفضت ان اعمل الامام شيخ الازهر. ايوه. ليه؟ لان ما اي شخص هيبقى ممكن يتناول الموضوع بشكل من السخريه. مش عايز اخلي القامات الدينيه دي تحديدا، بتبعد القامه الدينيه عن فكره يعني العرف بتاع الكاريكاتير اللي هو ما لا يحتمل. انا ممكن انتقد. انا شايف صوره بابا شنو طبعا تحفه يعني، بس ده رسم هي ده رسم عادي، ده الرسم العادي ده رسم عادي، رسم رصاص عادي. ودي كانت بتنشر مع مقال قداسة البابا في وطني، في جريدة أيوة. وطني. أيوة. فكنت تحديدا صور البابا او القامات الدينيه مش عايز اعملها عشان بس ما افتحش باب للسخريه. لان احنا برضو ما عندناش، ما بنفرملش يعني. المد الهري عندنا والسخريه يفتح باب سخريه واساءه، تجاوز، اي بسبب يبقى السبب هو الفن او الرسم. فانا ما حبيتش ده، وللاسف ما كملتش في الصحيفه دي بسبب الطلب ده يعني. انك رفضت. مش عايز اخش في الحته دي. لكن اي شخص تاني، يعني انا عامل اوريدي رئيس الجمهوريه والصور يعني اتشافت بشكل عام واتنشرت، وعامل رؤساء العالم، وعامل، فما فيش مشكله، احنا كلنا بشر عادي وبتاع. بس القامه الدينيه بيبقى لها حدود، عشان الانتهاك ليها او السخريه منها بيبقى سخريه دينيه. صحيح. مش لكن شخصية. هنا بتتكلم في وضع سياسي، هنا بتتكلم في بالزبط. مشاكل مجتمعيه، الحاجات اللي تمس الناس. وانا ما عنديش مشكله ان ننتقد اي قامه دي، يعني ما فيش مشكله ان اكتب نقد او فكره او راي فيها علاقه لقداسه البابا او شيخ الازهر او اي حد. يعني الشكل المقال او الشكل اللي فيه رأي ما فيهوش أي مشكلة، وممكن تكون مع صورة لكن من غير الشكل الساخر. بفضل. صح كده؟ يعني بفضل. حضرتك يعني برضو بشوف حضرتك يعني من المعجبين، من المدافعين عن فن الفنان العظيم محمد صبحي، وكان ليه عند حضرتك أكتر من رسمة، صح كده؟ طبعا. فنان محمد صبحي بتشوف يعني أهمية الحفاظ على القامة، لما يبقى في قامة ثقافية حوالينا أو قامة فنية راقية، من وقت للتاني نلاقي حد بيحدفها بالطوب، بلاقي حضرتك واقف يعني في هذا الإطار. بص، أنا شايف الفن ده هو أقوى فصيل في مصر، وهو فعلا القوة الناعمة، وهو فعلا المؤثر. واحنا حاربنا بده يعني. ايام فعلا الاخوان كان المحاربه بالشكل الفن وشكل المقال وشكل
بكل انواع الفنون. انا فاكر مثلا في ايام الصور المسيئه للرسول في الدنمارك، كنت شاركت مع استاذ مصطفى حسين في معرض كاريكاتيري بيرد على ده. فده الشكل الطبيعي للرد. هم اوريدي رسموا صور مسيئه لديانه وده المرفوض تماما. فرديت او انا شاركت معاهم ان ارد على الصور دي في معرض. فده الشكل الطبيعي للمواجهه يعني. فلما حد في قيمه محمد صبحي مش موجود منه كتير، احنا ما عندناش كتير الناس دي. ومحمد صبحي تحديدا انا منحاز ليه بشكل يعني اكتر من العادي كمان، لان هو راجل عنده هدف ومؤثر وعارف يعمله باللغه بتاعته. هو كمان بيستخدم الفن الساخر بس باسلوبه هو طبعا. كمان بيناقش القضايا بمنتهى الجرأة، لكن اللي معاها الحكمة اللي ما فيهاش بالزبط. التجاوز، واللي معاها طريقه التمرير. صحيح. التمرير ده حاجه مهمه، ان انا عايز اكلم حضرتك في قضيه تقيله. يعني انا مثلا لما جيت عملت اول كتاب ليا كان اسمه يوميات قط الساخر. كتاب بيناقش المشاكل والازمات والتمييز والعنصريه والطائفيه بيناقش. لو انا كنت عملت الكتاب ده بشكل الاضطهاد ومش عارف ايه مشاكل الاقباط الكلام التقيل ده محدش هيقراه. صحيح. لما اتكتب بشكل ساخر الحمد لله الكتاب نجح بشكل كويس جدا وحقق يعني عمل طبعات كتير وترجم واتعمل ندوات. وانا يعني عملت لقاءات وندوات كتيره في مساجد وفي جوامع وفي ساحات دينيه. فقدروا يقبلوا ده ويسمعوني ويكرموني على ده ويشكروني على ده. مع اني انا بقول رايي هنا لو اتقال بطريقه تاني كان هتبقى خناقه، كنت اكني بهاجم، لكن هنا اتقال بشكل سخريه. فده اللي بيعمله محمد صبحي. استاذ فيليب، اتنشر لك شغل تقريبا في معظم الصحف المصريه الكبيره والقيمه. الخطوه الجايه ايه او ما تحلم به؟ يعني تحلم بايه في الخطوه الجايه؟ بص، الجرافيكتير تحديدا انا عملت، حاسس ان انا عملت الشكل والرساله اتعمل منه بقى حاجات كتير، وناس خدت الاسم وبقت تكتب ان هي اللي عملته، وناس يعني عندنا الحته دي ملهاش برضو طبعا حدود، وناس بقت تهاجمني ان انا اكن انا اللي واخده منهم، مع اني انا ده متسجل بره كمان مش في مصر. وفي حاجه اسمها اسبقيه النشر، ان في من 2004 انا ناشر حاجه بالتاريخ بتاع النشر بتاعها. فطبعا ده بيحمي، بس انا يعني بحاول اترفع عن القصه دي. ففي الجرافيكتير تحديدا ما عنديش حاجه اكتر من ان لما بشوف حد بيعمل حاجه حلوه ببقى مبسوط قوي، تشجع غيرك جداً. يعني مش وعملت كورسات لده وعملت ودربت ناس، ببقى سعيد قوي، لان كمان الشباب الصغير هيعملوه احسن. الشكل التكنولوجي بتاع النهارده مساعد اكتر. ايوه، هما بيمتلكوا كمان ادواته. كل ما الجيل الجديد حتى يعني المرحله العمريه بتبقى اقل، لكن بيمتلكوا ادوات طبعًا كبيره طبعًا اكتر مننا. وقدامه الموضوع مفتوح. صحيح. وقدامه الدنيا اسهل. لكن ما فيش، برضو بقول للناس اللي عايز يتعلم الجرافيكاتير لازم اوريدي يكون رسام، ولازم اوريدي يكون عنده بيعرف يرسم كاريكاتير. ايوه، مش تعليم. يعني لو انا ما بعرفش ارسم او ما بعرفش ارسم كاريكاتير مش هعرف اعمل ده. لازم السنس بتاع الكاريكاتير. صحيح. الكاريكاتير زي ما حضرتك قلت هو مبالغه. ده بالنسبه للوش، وفي الرساله وفي الروح وفي الفكره لازم يبقى عندي الراي. يعني صحيح. لما اعمل مثلا محمد مرسي، ويعني انا اول حد اشار لك فكره الاستبن اللي هي بقت موجوده في مصر كلها، قاعد في مش عارف كاوتش وحواليه كاوتش وهكذا، فيبقى في فكره هنا اطلع منها حاجه. لما صحيح. نعمل مش عارف البرادع بينط من المركب في حاله مش عارف، فكل ده ليه مسج على بعض. فلازم يبقى فيه الرؤيه، لازم يبقى فيه الايد اللي بتعرف ترسم كاريكاتير، والفن ده موجود، واروح مطوره بالشكل التكنولوجي ده. حضرتك وكل اللي بيبقى بيمتلك الادوات او الفن ده بيمتلك سلاح ذو حدين، فازاي تقدر توجه او توصل رساله لكن في نفس الوقت بتحترم فنك من غير اي تجاوز. ودي معادله بتحتاج كتير جدا جدا من التركيز ودي فيها يعني فيها مشاكل كتير. أكيد. لان في مش كل الناس تقبل. احنا يعني سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا ونورتنا. استاذ فيليب فكري، الكاتب الصحفي ومبتكر فن الجرافيكاتير، وبالتوفيق دايما يا رب، من اعمال جميله لاعمال اجمل ان شاء الله. نورتنا جدا. ميرسي. شكرا. لسه معاكم مشاهدينا، نخرج لفاصل ونرجع نتقابل مع شركه بيتر هاوس اللي محضر لنا مفاجاه النهارده نعرفها بعد الفاصل.